اخر مره صورنا فيديو زي دوت فبراير 22، علشان كده احنا النهارده متحمسين جدا لان ده اول IPO في مصر او طرح عام في مصر من فبراير 22. الفيديو دوت هيتقسم لنصين. النص الاول لو انت بقالك فتره كبيره عايز تستثمر ونفسك تاخد الخطوه ديت بس رجل ورا رجل قدام، دي احسن طريقه ان انت تاخد بيها اول خطوه وانك تستثمر، وهحكي لك ليه الIPO دوت هو الخطوه دي. او لو عندك خبره في سوق الاسهم وعايز تعرف ازاي ممكن تكون قرار تخش في الاستثمار ده ولا لا. على الشاشه هنا بيقول لك الجزء الثاني بيبدا من انهي دقيقه لو عايز تعدي الحته الاولانيه، لو انت عندك اوريدي خبره يعني ايه طروحات ويعني ايه استابلايزيشن فاند ومش محتاج تتفرج على الجزء الاولاني. احنا صورنا الفيديو دوت، ما عملناش ويبينار عشان قلنا نديكوا فرصه ان انتوا تبعتوا لنا ايه الاسئله اللي عندكم. ففي لينك تحت في الديسكريبشن، سلايدو لينك. لو عندك اي اسئله دوس عليه حطها. احنا هنعمله بعد كده، احنا هنجمع هذه الاسئله وهنعمل بعد كده ويبينار ليكوا علشان نرد على اكتر الاسئله المتداوله ما بينكم. الجزء الاول هنرجع تاني، انت بقالك فتره بتقول يلا انا سمعت عن اللي حصل في البورصه، عايز ابتدي استثمر في الشركات بس مش قادر اخد اول خطوه. دي اسهل طريقه تاخد الخطوه الاولى بتاعتك. هنتكلم على كذا حاجه، يعني ايه اصلا IPO او طرح عام، هو ايه الIPOs اللي حصلت في مصر قبل كده وكانت عامله ازاي، مين هي شركه اكت وبتعمل ايه، وليه احنا متحمسين على الطرح ده بالنسبه لك، وايه الاسباب اللي مخليانا متحمسين وهنشرح ليه اكتر. بس وازاي تشارك في الطرح دوت وتفاصيله. ده مش ريكومنديشن، ده احنا بنحاول نوضح وبنحاول نشرح وتبقى انت على درايه او انت على درايه بايه اللي بيحصل. اول حاجه ايه هو الطرح العام؟ الطرح العام بتبقى فيه شركه خاصه بيملكها ناس معينه، بيجوا يقولوا احنا وصلنا لمرحله دلوقتي ممكن نتيح لناس تانية ومؤسسات تانية ان هم يشاركونا في هذه الشركه، ان هم كمان يبقوا ملاك معانا في الشركه دي. ايه الميكانيزم؟ هو عن طريق حاجه اسمها الطرح العام. ايه الطرح العام؟ ان هم بيدرجوا ان الشركه دي بتبقى موجوده في البورصه المصريه وبيدوا حته للناس انها تشتريها، سواء ناس او مؤسسات. فانت بتطلع الشركه دي بدل ما هي كانت شركه خاصه مغلقه ناس بيملكها، بقت شركه يتم تداول اسهمها في البورصه المصريه. مين بقى الشركه اللي بتعمل كده؟ هي شركه اسمها اكت فاينانشال. اكت اتاسست عام 2015. شركه اكت دي بتعمل ايه؟ شركه اكت دي شركه بتستثمر الفلوس. انا عارف ممكن تكون ملخبطه انك دلوقتي بتستثمر في شركه بتستثمر فلوس، بس هو ده البيزنس موديل بتاعها، هو ده نشاط الشركه، انها عندها فريق بيدور على ايه الاستثمارات اللي ممكن تبقى كويسه ويروح يستثمر فيها بغرض ان هو يحقق عائد في هذه الشركات، وبعد كده العائد دوت هو بيبقى ارباح هذه الشركه. احنا قلنا ان دي اول خطوه او دي اسهل طريقه انك تاخد خطوتك الاولى في الاستثمار في الشركات. خليني اقول لك احنا ليه متحمسين. اول حاجه ان في حاجه اسمها صندوق استقرار. يعني ايه صندوق استقرار؟ يعني بما معناه ان هو لو سعر السهم نزل عن السعر اللي انت اشتريته بيه، هذا الصندوق هيخش ياخد منك الاسهم دي تاني ويديك فلوس. فمن الاخر معناه ان في صندوق استقرار، ان معنى كده ان في ابسايد، في احتماليه انك تكسب فلوس ومفيش اي احتماليه انك تخسر فلوسك. تاني حاجه ان ده اول طرح من 2022، ولو جينا بصينا على اخر طروحات وركزنا على اخر طرحين هنلاقي ان في طرح بتاعت شركه اسمها اي فاينانس كان في 2021 في مجال التكنولوجيا. الشركه دي في اول يوم حققت عائد 50%، وبعد كده خلال الشهر السما بينزل وبيطلع كان العائد اللي اتحقق 30%. فانت كان عندك الفرصه ان انت لو كنت اشتركت في الIPO بتاع اي فاينانس ان انت تحقق من 50% لو كنت بعت اول يوم، او 30% لو كنت بعت في اليوم ال30. في نفس الوقت ما كانش عندك اي داون سايد او امكانيه انك تخسر فلوسك، لان اي فاينانس الطرح بتاع اي فاينانس كان فيه ستابلايزيشن فند زي الطرح بتاع اكت اللي بنتكلم عليه. عندك اكزامبل تاني او عندك مثال تاني هو طرح ماكرو. ماكرو خسر 7% في اول يوم وخلال الشهر خسر 35%، بس الناس اللي دخلت في الطرح كان عندهم القدره ان هم يرجعوا اسهمهم وياخدوا فلوسهم، فما يبقوش خسرانين اي فلوس في الطرح ده. فلما تيجي تبص على الطروحات هتلاقي في طروحات بتطلع زي تعليم 6% اول يوم، اخر الشهر نازله
معناها برضو لو كان فيها ودي فيها كان صندوق استقرار الاسهم كان ممكن ترجع اسهمك لو ما كنتش بعت اول يوم رميده ولا خسرت ولا كسبت بعد شهر، او فوري اول يوم طلعت 30% وعلى اخر الشهر كانت طالعه 60%. يعني فلما تيجي تبص على اخر 5 اي بي اوز ديت هتلاقي ان انت عندك القدره ان انت تكسب زي في اي فاينانس، زي في فوري، بس لو خسرت لو السهم نزل عندك القدره ان انت ترجع فلوسك عن طريق صندوق استقرار السهم. فاحنا كده اتكلمنا على سببين احنا ليه متحمسين، ان واحد وجود صندوق الاستقرار، اتنين ان الاي بي اوز بصفه عامه هي فرص ممكن تعمل منها فلوس، وبوجود صندوق الاستقرار الاسهم مش هتخسر منها. حاجتين تانيين، الحاجه الاولى هو ان طريقه جديده لشراء الاسهم. انت دلوقتي علشان تستثمر على ثاندر دايما كنا بنقول ان مش فارقه انت عايز تستثمر ازاي، هتلاقي طريقه على ثاندر. يعني ايه؟ لو انت عايز تخش تدرس شركات بنفسك ممكن تخش تعمل كده وتختار الشركات وتستثمرها. لو انت عايز تستثمر في اكبر 30 شركه في البورصه المصريه في صندوق اللي هو اسمه سي اي 30 ممكن تشتري وثائقه وهو بيستثمر في البورصه بالنيابه عنك. لو عايز مجموعه من اشطر الخبراء هم اللي يستثمروا بالنيابه عندك حاجه زي ايزو ممكن تشتري وثائقه وهو بيستثمروا على البورصه بالنيابه عنك. ولو بصيت على ايزو، لو بصيت على سي اي 30 هتلاقي ان معدلات نموهم خلال السنتين اللي فاتوا قويه جدا. لو جيت بصيت على عندك حل تاني زي ان ام اف اللي هو بيستثمر بطريقه متوافقه مع الشريعه الاسلاميه. دلوقتي بقى عندك حاجه رابعه، انك بتستثمر في شركه، الشركه دي بيديرها افراد بانكرز، ناس عندهم خبره في مجال الاستثمار، بياخدوا الفلوس دي يستثمروا في الشركات بالنيابه عنك بطريقه عن طريق حاجه اسمها بايب. ده نوع من انواع الاستثمار النشط. يعني ايه استثمار نشط؟ يعني هما بيشتروا حصص من اسهم في شركات بهدف التاثير على قرارات الشركه، فبيحاولوا ياخدوا نسب قليله بس فاعله، significant minorities، تديهم القدرة ان هم يعرفوا يعملوا تغييرات جوه الشركة. فدلوقتي لو فكرت فيها بقى عندك القدرة ان انت تشتري انت لوحدك اسهم في شركات، بس كمستثمر يبقى عندك حصص صغيرة جدا في هذه الشركات. عندك القدرة انك تشتري في صندوق بيستثمر بالنيابة عنك في هذه الشركات، اما عن طريق ايزو برضو بيشتري حصص غير فاعلة في هذه الشركات، او سي اي 30 بيتابع الاندكس، او دلوقتي انك تخش في شركه زي اكت بتستثمر في الشركات المدرجه في البورصه المصريه بس بشكل نشط، بيحاولوا ياخدوا نسب فاعله يعرفوا يغيروا بيها او ياخدوا بيها قرارات جوه الشركه. الحاجه الرابعه اللي محمسانا على الطرح دوت، ان كل الفلوس الطرح هي في شكل زياده راس مال. يعني ايه؟ يعني اللي هيجمعوه من الطرح هيستثمر في الشركه ان هم يعملوا استثمارات اخرى. لما بيجي شركه تطرح عندها حاجه من الاثنين، يا اما المساهمين اللي هم الاصليين يبيعوا جزء من اسهمهم ويتخارجوا فياخدوا هم الفلوس ديت وتبقى نظير اللي هم بنوه اللي هم عملوه، او تبقى في شكل زياده راس مال فالفلوس تفضل في الشركه ويتم استثمارها مره اخرى. بشكل عام الاي بي اوز اللي بيبقى فيها الفلوس في شكل زيادة راس مال بنبقى متحمسين عليها اكتر، لان معنى كده ان ادارة الشركة وملاك الشركة لسه شايفين سبل للنمو ومش بيدوروا على طريقة ان هم يتخارجوا بيها. خلينا نرجع للطرح بتاع اكت. ايه اللي بيحصل؟ الشركة دلوقتي عن طريق هذا الطرح هتجمع مبلغ $1,040,000. الشركة النشاط بتاعها هو الاستثمار النشط، فالشركة بتبتدي تدور على استثمارات موجودة جوه البورصة المصرية، تشتري نسب أقلية فاعلة تحاول تغير في هذه الشركات، فبالتالي الشركات دي توصل للقيمة الحقيقية أو القيمة العادلة بتاعتها. نرجع تاني ليه شايفين دي خطوة مهمة قوي، ان انت او شايفين ده ليه ممكن يكون مناسب جدا انك تاخد خطوتك الأولى. اعتقد في ناس كتير قوي مقتنعة انها المفروض تستثمر وعارفه ان جزء من ادخاراتها المفروض يكون مستثمر في الشركات، بس بنبقى خايفين من اول خطوه. في وجود هذا الصندوق، صندوق الاستقرار، عندك دلوقتي الفرصه ان انت تاخد اول خطوتك وتبقى مستثمر في احدى الشركات
المدرجه في البورصه المصريه عندك فرصه انك تكسب فلوس، ولو السعر نزل عندك فرصه ان انت تحمي هذا الاستثمار من اي خسائر. طيب، حاجتين مهمين جدا لازم تاخد بالك منهم. اول حاجه بمنتهى الصراحه، ده عرض ما يتفوتش. يعني لو قلت لاي حد تعالى اعمل، عندك فرصه انك تعمل فلوس بس مش هتخسر، ناس كتيره جدا بتبقى عايزه تستفيد من هذا الفرصه، من هذه الفرصه. فبيحصل متوقع دايما ان بيحصل حاجه اسمها اوفر سبسكريبشن، او ان الاكتتاب يتغطى اكتر ما الشركه عايزه تجمعه. يعني ايه؟ تعالوا تاني نفكر نفسنا. احنا قلنا ان الشركه هتجمع مليار و40 مليون جنيه، انا اتلخبطت فوق قلت مليار و40 الف جنيه، هو مليار و40 مليون جنيه صح؟ جزء منه هيروح للمؤسسات او اسمه طرح خاص، ده هنتكلم عليه في النص التاني من الفيديو. وفي جزء منه هو اللي هو الطرح العام للافراد، ده حوالي 175 مليون جنيه. فال 175 مليون جنيه ديت هي اللي بتقول الشركه ان دوت هيبقى محمي عن طريق صندوق استقرار الاسهم. يعني بعد 30 يوم او في خلال 30 يوم، اليوم ال 30 لو سعر السهم اقل من الاي بي او، الصندوق ده هيخش يشتري الاسهم ويرجع ال 175 مليون جنيه للمستثمرين تاني. افرض جه طلب ب 350 مليون جنيه، يبقى كل واحد تقريبا هياخد نص اللي هو عايزه. طب افرض جه طلب بمليار 740 مليون جنيه، يبقى كل واحد ياخد عشر اللي هو عايزه، وهكذا. فكل ما لو الطلب اكتر من اللي معروض، كل ما انت هتاخد جزء من اللي انت كنت عايزه. فلو الطلب جه 100 مره قد اللي انت كنت عايزه، هيجي لك مره على 100 من اللي انت كنت طلبه. بس تاني، دي اهم او اسهل طريقه انك تاخد اول خطوه ليك في الاستثمار. الحاجه التانيه ان هو الوقت، معدل الوقت. ان انت لو يعني احنا قلنا ان ايه فاينانس، انت عملت فلوس في اول يوم والكلام ده كله تمام، او عملت فلوس خلاص، انت عملت فلوس في الطرح ده. قلنا عندنا اكزامبل زي ماكرو، لا انت السهم نزل وجم في الاخر رجعوا الاسهم واخدوا فلوسهم، معناها ان انت في 30 يوم عقبال ما تاخد فلوسك تاني وتسترد الفلوس اللي انت استثمرتها. فانت فعلا ما خسرتش فلوس، بس اخدتك 30 يوم عقبال ما تسترد فلوسك تاني. طيب، ازاي تشترك في الطرح وتاخد اول خطوه؟ انت لو عندك تطبيق ثاندر، لو ما عندكش نزله. لو فاتح حساب تمام، لو مش فاتح حساب من على الموبايل وانت قاعد في بيتك، امشي في خطوات فتح الحساب. مول بعد كده حسابك بالطريقه اللي تناسبك، عن طريق تحويل بنكي، عن طريق انستا باي، عن طريق فودافون كاش. الطريقه الاريح لك مول بيها حسابك. هتدور في السيرش على اكت فاينانشال، هتدوس شراء، وهتحط المبلغ اللي انت عايز تحطه. هتحط الاوردر او هتحط وهتقول انت عايز تستثمر بقد ايه. من امتى ممكن تكتتب في هذا الاي بي او؟ برضو لازم تبقى عارفه ان هو ازاي الطرح ده بيعمل. بيبقى فيه فتره اكتتاب. يعني ايه؟ ان الناس دلوقتي ممكن تبتدي تقول يلا انا عايز اشتري في هذا الطرح. الاكتتاب ده بيبدا يوم 9 يونيو، بينتهي يوم 23 يوليو. سوري، الاكتتاب ده بيبدا يوم 9 يوليو، بينتهي يوم 23 يوليو. فانت عندك من 9 يوليو ل 23 يوليو ان انت تحط الاوردر بتاعك، تقول انا عايز ابقى جزء من هذا الاكتتاب. يوم 23 يوليو بينتهي الاكتتاب، بيجمع كل الاوردرات اللي اتعملت، بيشوفوا تغطيه الاكتتاب كام مره، وعلى حسب هذه التغطيه بيتم تخصيص اسهم. فانت بعد 23 يوليو وبعد هذا التخصيص، يا اما بيجي لك فلوس في محفظتك اللي هو لو التغطيه كانت اكتر من اللي كان مطلوب، او وفي نفس الوقت بيجي لك اللي تخصص لك من الاسهم. هذه الاسهم هي بس اللي بتكون محميه ب صندوق حمايه الاستقرار. يعني ايه؟ يعني انت لو في اول يوم دخلت اشتريت اسهم تانية من اكت، دول مش محميين من صندوق الاستقرار. طيب، بعد بدايه فتره التداول عندك القدره بمنتهى السهوله، لو السهم كسبان والمكسب ده والعائد دوت مناسب ليك، انك تبيعه بمنتهى السهوله من عن طريق التطبيق. انك تدوس سيل، هتجيلك بعد خلاص انتهاء فتره، هيبتدي يظهر لك اتخصص لك كام سهم، وعندك القدره بمنتهى السهوله انك تبيعهم لو عايز تبيعهم ومحقق عائد كويس. لو السعر اقل من الاي بي او، هنبعت لك ايميل
بكل الخطوات اللي محتاج تعملها، وتبقى خطوات بسيطه. يبقى جوجل فورم املاها، وانس انك مليت جوجل فورم ديت هنحط اسهمك، هنبيع اسهمك لهذا الصندوق يوم 30 ويرجع لك فلوسك تاني في المحفظه على ثاندر. مهم جدا، الاسهم اللي هتخصص لك في الاي بي او هم الاسهم اللي محميه من صندوق استقرار الاسهم. لو اشتريت انت اسهم اكت عادي من عن طريق التطبيق، بعد اول يوم او خلال اول يوم انت اشتريت اسهم جديده، دولت مش محميين من صندوق استقرار الاسهم. علشان الخص اللي انا قلته، يوم 9 يوليو بدايه فتره الاكتتاب، عندك لحد يوم 23 يوليو ممكن تحط تقول ان انا عايز اشترك في هذا الاكتتاب. لو حطيت برضو اوردر عندك القدره ان انت تكنسله، تقول لا خلاص غيرت رايي مش عايز اخش في الاكتتاب. يوم 23 يوليو بيتقفل باب الاكتتاب، بيتجمع كل الاوردرات، بيتحسب نسبة التغطية وبيتم التخصيص. بعدها بيومين 3 بيبقى اول يوم للتداول، عندك القدرة ان انت تبيع هذه الاسهم اللي هي خصصت ليك. حاجات مهمة جدا 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 ما ينفعش تقع فيها. اول حاجة انك ما تستناش لحد اخر لحظة ويلا يوم بقى نيجي، احنا قلنا يوم 23 يبقى يوم 22 افتح الحساب واجري امول حسابي واجري. عندك وقت، مش محتاج يعني، انت عندك براح، خد وقتك، افتح الحساب دلوقتي. لو عايز تخش فيه مول حساب، ما تستناش لحد اخر ثانيه. مهم جدا يكون عندك استراتيجيه، اللي هو زي ما انا بقول انا عايز اكسب، انا داخل عشان خاطر دي اول خطوه ليا وعايز استفيد من هذا الصندوق. يبقى انا مهم جدا ان انا اكون شايف او عندي عائد معين عايز اعمله. لو حصل هبيع اسهمي ومش هطمع، ولو ما حصلش هبقى املى الفورم عشان اخش في الاستابلايزيشن فاند لو السهم سعر السهم كان نزل. او ممكن تقول لا انا عايز ادرس هذا الاستثمار، وده الجزء الثاني من الفيديو ده. وطبعا مفيش حد بيحب يكسب لوحده، فعندك على ثاندر في حاجه اسمها ريفيرلز، او انك تدعو اصحابك، فخلي الناس اصحابك تنزل الاب وهم كمان يبقوا مستثمرين وياخدوا يبقوا جزء من هذا الطرح. ثاندر على كل حد من اصحابك هتجيبه هيفتح حسابه هيمول حسابه ليك هديه من ثاندر، فساعتها ممكن تكسب فلوسك من الطرح وممكن تكسب فلوس كمان من اصحابك اللي انت دعيتهم. الجزء الثاني دوت من الفيديو هو لو انت عندك خبره في سوق الاسهم وعايز او بتحاول تكون قرار هل فعلا اكت فاينانشال دوت استثمار مناسب ليك ولا لا. ولا انا مش فارق معايا الاستابلايزيشن فاند، انا بدور على فرصه استثماريه. وزي ما احنا دايما بنقول الاستثمار بشكل عام هو استثمار طويل الاجل، يعني انت بتخش في شركه مستني ان الشركه دي تحقق اهداف او تحقق خطط معينه عشان فعلا يحصل تبتدي تحقق القيمه اللي انت متوقعها منها. طيب لما بتيجي تبص على اي بي او محتاج تبص على 3 حاجات. محتاج تفهم هذا القطاع، في الحاله دي هو قطاع الاستثمار في الشركات. محتاج تفهم هل القطاع ده الناس متفائله بيه ولا لا، هل في فرص ان هم يخشوا يشتروا نسبه صغيره بس فعاله ويعملوا التيرن اراوند ويعرفوا يبيعوها. هل في هذه الفرص، هل الماركت عندنا اندر فاليود عنده هذه الفرص، ولا الماركت از اوفر فاليود فما فيش هذه الفرص ولا لا. ومحتاج تعرف هل الشركه دي في شركات تانية بتنافسها ولا هي الوحيده اللي بتعمل كده، وايه الفروقات ما بينها. يعني ايه الفرق ما بين اكت فاينانشالز وايه الفرق ما بين بي انفستمنتس. بي انفستمنتس بتستثمر في شركات خاصه وشركات مغلقه وبعد كده بتبيع هذه الشركات. اكت فاينانشال بتستثمر في شركات مدرجه في البورصه المصريه. الحاجه الثانيه، انت فهمت ايه القطاع وايه الفرق ما بين القطاع ده رايح فين وايه البروسبكتس او ايه الناس متفائله بهذا القطاع ولا لا، ومين الشركات الشبيهه. الشركه مين الناس اللي وراها، ايه قصتهم، ايه خططهم، هل عندهم الكفاءه ان هم يكونوا احسن ناس يعملوا النشاط اللي هم عايزين يعملوا دوت ولا لا. التراك ريكورد تاريخهم ايه، الاستثمارات اللي عملوها قبل كده عن الشركه. وبعد كده الحاجه الثالثه المهمه جدا هو هل التقييم بيعكس هذا ولا لا. يعني دايما كنا المثل اللي بنقوله عربيه مرسيدس محدش يختلف انها عربيه كويسه. لو عربيه مرسيدس ب 100 مليون جنيه تقول لا ما تسواش 100 مليون جنيه، هي عربيه هايله بس قيمتها العادله هو
كذا مليون جنيه، معرفش قيمتها كام دلوقتي. فانت لازم تفصل ما بين شركه كويسه ولا مش كويسه، ولو الشركه كويسه هل القيمه بتعكس هذا ولا لا، انفليتد ولا لا بالعكس القيمه ده في فرصه القيمه دي غير عادله او مش بتعكس مدى جاذبيه هذا القطاع، مدى قوه هذه الشركه. على البلوج بتاعنا حطينا 2 دوكيومنتس مهمين جدا. دوكيومنت اسمه التيزر. التيزر دوت فيه تفصيل كل تفاصيل محتاج تعرفها عن الشركة من الاستثمارات القديمة اللي هم عملوها، دخلوا في أنهي استثمارات وتخرجوا منها امتى، وايه شوية الاستثمارات اللي عندهم دلوقتي. عندك عملوا قد ايه ارباح خلال الفترة اللي فاتت، شرح اكتر لنشاط الشركة، شرح اكتر لخطط الشركة، وان هم عايزين يخشوا في حاجة تانية ان هم يجيبوا بقى شركات خاصة ويطرحوها في البورصة. اقراها. وفي حاجة اسمها برضو بروسبكتس فيها كل التفاصيل عن الشركة. الاثنين دوكيومنتس دولت لو بصيت عليهم مفروض يدولك جميع او معظم المعلومات اللي انت محتاج تعرفها. في نفس الوقت المنصة الشقيقة لثاندر رامبل شغالة برضو او عندها خطة انها تغطي الاي بي او، فهم اوريدي حضروا المؤتمر اللي عملته الادارة بتاعت اكت عشان يتكلموا عن الاي بي او، واخدوا نوتس. عندهم من الحاجات اللي هيعملوها ان هم هيعملوا تحليل للقطاع والبروسبكتس بتاعت القطاع ده رايح فين، هيعملوا تحليل للشركات المنافسة او الشبيهة، هيعملوا كمان مذكرة كاملة هل ده يبقى استثمار من وجهة نظر الخبراء، ده استثمار كويس ولا لا، القيمة دي بتعكس الجاذبية الشركة وقوة المانجمنت، ولا القيمة أعلى، ولا القيمة تعتبر كويسة. عملوا برضو انترفيو مع المؤسسين الشركة، حكوا قصة الشركة اللي هم بيحاولوا يعملوه، شايفين الشركة دي فين كمان 10 سنين، هيركزوا على ايه خلال ال3 سنين اللي جاية، ايه المشكلة اللي هم بيحاولوا يحلوها عن طريق الشركة. زي ما الناس عارفة رامبل هي منصة بتشترك باشتراك شهري، اول شهر ببلاش. لو مهتم ان انت تكون رأي عن هذا الاي بي او اشترك في رامبل اول شهر ببلاش، افهم اكتر عن الاي بي او وعن التوصيات التانية اللي عند رامبل. انا دلوقتي بصيت درست وقررت انا عايز اخش وعايز اشترك في الاي بي او دوت. هل ال الاشتراك في الطرح العام هو الوسيله الوحيده؟ لا، انت زي ما احنا قلنا الشركه الطرح دوت مليار و40 مليون جنيه، 174 مليون جنيه هو الطرح العام، والباقي اللي هو حوالي 870 مليون جنيه ده هيبقى اسمه الطرح الخاص. مش اي حد بيخش في الطرح الخاص، في حد ادنى للاوردر بتاعك هو تقريبا 5 مليون و70 الف جنيه. ازاي ممكن اشترك فيه؟ في تحت في الديسكريبشن هتلاقي لينك لجوجل فورم، املاه لو عايز تخش في هذا الطرح الخاص. ليه هو بيتعمل عن طريق جوجل فورم؟ لان التخصيص في الطرح الخاص ما يبقاش نسبه وتناسب، بيبقى عن طريق ان انت تتكلم مع الشركه. طيب هو ايه الميزه اصلا ان انا اخش في الطرح الخاص؟ هو ان انت لو عرفنا ننسق مع الشركه وقلنا لهم لا الراجل دوت شاري وعاوز يخش، مش داخل بس عشان خاطر صندوق الاستقرار، وده احنا محتاجين نتكلم فيه مع الشركه، وعندنا القدره والعلاقه ان احنا نتكلم مع الشركه في الموضوع دوت، تعرف تضمن ان انت تاخد تخصيص احسن من التخصيص اللي موجود في الطرح العام. بس في نفس الوقت في عيب ان انت ما بقتش محمي من صندوق استقرار الاسهم، فلازم يتم تنسيق ما بيننا وما بينك وما بين الشركه. املى الفورم لو انت مهتم، قول لنا هنتواصل معاك وهننسق ما بينك وما بين الشركه، وهنكون يعني هنهتم او هنساعدك في هذه العمليه. المهم بس احنا ممكن نساعدك في موضوع التخصيص، بس هنا مفيش صندوق استقرار. لازم تكون انت دارس الشركه، مقتنع بالاداره، مقتنع بالتقييم وداخل عشان دي فرصه استثماريه انت عايز تقعد فيها حبه، وشايف ان لا انا ممكن احقق فيها عائد على المدى الطويل. مش فارقه معايا سعرها امتى تاني يوم، سعرها امتى اول شهر، انا مقتنع
بجاذبيه هذا الاستثمار. مهم قوي، جدول الطرح الخاص مختلف عن الطرح العام. احنا الطرح العام قلنا من 9 يوليو ل 23 يوليو، الطرح الخاص من 9 يوليو ل 18 يوليو. بس الاهم احنا محتاجين وقت عشان نعرف نتواصل مع الشركه، فبالتالي املى الفورم، هنتواصل معاك علشان نعرف ننسق ما بينك وما بين الشركه عشان تعرف تاخد التخصيص اللي انت عايزه. اتمنى ان احنا نكون ما لخبطناكمش. الاي بي او دوت بيخاطب شريحتين، شريحه بقالها فتره عايزه تستثمر وخايفه، دي خطوه امنه جدا ان انت ممكن تحقق ربح، ولو ما حققتش ربح ما تخسرش، واللي بيضمنه كده هو الاستابلايزيشن فاند او صندوق الاستقرار. او الاي بي او ده برضو بيدي فرصه استثماريه جديده، طريقه جديده او شركه بنشاط مختلف، نشاط جديد. لو انت مهتم بيه ممكن تبقى دي فرصه انك تذاكرها وتدرسها وتاخد قرار وتخش فيه. على قد ما نقدر بنحاول ان احنا نكون بنوضح لكم كل المعلومات، بنحاول نوفر طرق ان احنا ناخد اسئلتكم في بلوج كاتبين فيه معلومات اكتر. لو الفريق الدعم لو بعتوا له على اي اسئله هيكون موجودين علشان يردوا على اسئلتكم. شكرا.